اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ دلوقتي يا حبايب احنا هنعمل ايه؟ هنخلل البسارية كده ايه مع بعض. دي البسارية اهيت، جبتها طبعا وغسلتها ونقعتها برضو بليمون، وغسلتها كده غسلة حلوة كده، وسبتها ايه اتصفت خالص من المية. بجيب المصفى واحط البسارية فيها وننزلها تحت الحنفية بشواش عليها برضو، عشان انتوا عارفين اللي هي طرية ما تتهرش يعني ايه منكم يعني وكده. وسيبها ايه تتصفى على قد ما تقدر خالص خالص خالص، ما تبقاش فيها ميه زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش ميه هي ولا اي حاجه خالص. سبتها ساعه 2 3 على ما اتصفت خالص خالص. حبيت ان انا ايه اخللها كده معاكم. نجيب طبعا معانا دي نص كيلو، دي نص كيلو بسارية. هنعمل عليها هو الكيلو البسارية بنحط عليهم 3 معالق ملح، ان كان خشن او ناعم. امال دي نص، ده نص كيلو اهو زي ما انتوا شايفين اهي طازه ما شاء الله عليها. هحط عليها ايه معلقه ونص بس ايه ملح كده. نجيب كده المقادير كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي تجيبوا البسارية هاتوها ايه الكبيره شويه، وفي اكبر من دي برضو، بس انا جايباها ايه دي بقى اللي لقيتها، بس ما شاء الله جميله يعني، مش صغيره قوي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب كده يا حبايب كده اهي معلقه ملح اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو النص كيلو هنحط عليها ايه معلقه ونص ملح، معلقه ونص كده اعتبر اهوت، معلقه ونص بس ملح اهوت. هو لو كيلو هتحط 3 معالق بس، امال دي نص كيلو هحط ايه معلقه ونص بس. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب برضو معانا كده دي الكركم يا جماعة. دي الكركم علشان بس ايه يديها لون كده ايه اللون الحلو اللي انتوا بتشوفوه دوت، اللون المصفر شوية المحمر شوية اهي، يعني مش هنكتر برضو. لو عايزة تستغنى عنه استغنى عنه. عايزة يعني تخليكي بالملح والشطة بس ما فيش اي مشكلة عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الكركم والملح اهو معانا. نجيب برضو الشطه كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الشطه اهيت، حط كمان ايه شويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب ايه كل كده الخليط كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تقليبه حلوه كده. كده اهو قلبناها اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم كده. دي الكيسه اهوت، دي الكيسه هنخلل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابه ايه الكيس كده ايه يكون ايه مقفول. بسم الله الرحمن الرحيم. حط كده ايه في ارضيه الكيسه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبقه طبقه كده، طبقات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بروح عليها عشان هي البسارية دي بتبقى طريه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبقة طبقة كده. الطبقة الأخيرة برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. نسويها برضه كده اهوت في الكيسه. ده برضه اهوت الخليط بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنحط يا جماعه الكركم علشان اللون معانا، يدي اللون كده الاصفر كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهو يا حبايب. كده اهيت الخليط معانا اهيت اهو يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اخر حاجه بقى ايه ازاي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعوا بقى ايه اي هوا اي حاجه من الكيسه. شايفين انا اول مره اخللها واول مره بصراحه يعني نجربها كده في التخليل كده البسارية دي. طلع اي هوا خالص في قلب الكيسه. بسم الله الرحمن الرحيم عشان نربطه كده. الهوا فيها هوا برضه، انا عايزه اطلع الهوا على قد ما اقدر. اهو يا حبايب. نجيب كده دي البرطمان معانا اهوت. اي برطمان عندك تكون انت غسلاه كده ومعقماه. شايف البرطمان اهوت جميل من جوه اهو، مفيش اي حاجه فيه ونضيفه زي الفل اهو ومنشفاه وكل حاجه اهوت. دي البسارية يا جماعة. طبعا هتقعد معانا يومين بالظبط يعني. هنحاول كده ان احنا نحطها كده في البرطمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي. لازم تحبكي جامد كده، او تجيبي برضو كيس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان طبعا ما يخشش اي هوا فيه. ما يخشش البرطمان كده. ده اصلا الغطا هيحبك فيه، بس برضو الاطمئنان برضو نجرب الكيسه برضو ديت كده هتبقى كبيره. اهو شايفين حبك معانا جامد خالص اهو. احنا بس بنعمل الكيسه اللي على اللي تحت الغطا، نفادى اي هوا يخش البرطمان جوه. يفادى اي هوا يخش البرطمان جوه اهو يا حبايبي. اهو شايفين ديت كانت تخليل البسارية. هي هتقعد معانا بالظبط يومين بالظبط، وما تحطهاش في التلاجة ولا تحط عليها اي ليمون. الليمون طبعا بعد ما بتجيبيها بعد ما يحدق وتطلعي وتحطي الليمون عادي. دي تحديق البسارية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك الاشتراك تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.